السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس شروحات النحو. هنبدأ النهاردة مع مجموعة من الدروس البسيطة اللي هي بتلخبط كل الطلاب. طيب، سواء انت في الابتدائي او اعدادي او ثانوي، جايز ان انت تنساهم في اي مرحلة من المراحل. طيب، هنبدأ بدرس ممكن للوهلة الاولى يكون بالنسبة لك سهل جدا، ولكن انت ممكن تكون بتتلخبط فيه. طيب، هنبدأ بإذن الله تعالى مع أول درس ألا وهو المفرد. طيب، إيه هو المفرد؟ قال لك ببساطة المفرد هو ما دل على كلمة واحدة. المفرد هو ما دل على حاجة واحدة، تمام؟ أو هو ما دل على نوع واحد. طيب، زي إيه؟ زي لما أجي أقول لك ولد، أو لما أجي أقول لك بنت، لما اجي اقول لك مدرسة. طيب، كل الكلمات اللي انا حطيتها ديت دلت على ايه؟ دلت على شيء واحد. مدرسة، طالب، تمام، معلم، كل الكلام ده دل على شيء واحد. طيب، يبقى المفرد هو ما دل على شيء واحد. طيب، يهمني ايه تاني في المفرد؟ قال لك ببساطة المفرد ليه حالات اعرابية. طيب، حالات حالات اعراب المفرد. طيب، حالات الإعراب سواء في المفرد أو المثنى والجمع فهي ثابتة. طيب، إيه هي الحالات ديت؟ صلى على رسول الله. أول حاجة معايا حالة اسمها حالة رفع، وحالة نصب، وحالة جر. طيب، المفرد بقى بيكون مرفوع بإيه؟ صلى على رسول الله. قال لك إن المفرد يا صديقي بيكون مرفوع بالضمة. يبقى أول لما أشوف كلمة مفرد ولاقيها مرفوعة، يعني الاقيها مثلا مبتدأ أو خبر أو فاعل مثلا، ففي الحالة ديت هتكون مرفوعة بالضمة. طيب، المفرد بيكون منصوب بإيه؟ قال لك المفرد بيكون منصوب بالفتحة. تمام. طيب، بيكون مجرور بايه؟ قال لك بيكون مجرور بالكسره. يبقى المفرد مرفوع بالضمه، منصوب بالفتحه، مجرور بايه؟ قال لك مجرور بالكسره. طيب، انا مش فاهم، ممكن تديني مثال؟ ممكن اديك مثال. طيب، لما اجي اقول لك يا صديقي مثلا الولد مجتهد، تمام، تعال نعرف كده كلمه الولد. الولد ده اسم في بداية الكلام هيعرب يا صديقي مبتدأ. طيب، المبتدأ بيكون ايه؟ المبتدأ بيكون مرفوع. طيب، وعلامة رفعه. اقف بقى ثواني. كلمة الولد ديت مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا كلمة الولد مفرد. اذا احنا لسه قايلين دلوقتي ان المفرد في حالة الرفع بيكون مرفوع بايه؟ قال لك بيكون مرفوع بالضمة. يبقى الولد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. ليه يا باشا؟ هقول له لانه مفرد. جميل. طيب، الولد ماله؟ الإجابة مجتهد. إذا كلمة مجتهد ديت يا صديقي هتعرب إيه؟ قال لك هتعرب خبر. طيب، الخبر زيه زي المبتدأ في إيه؟ قال لك في الرفع. إذا الخبر ده بيكون إيه؟ قال لك بيكون مرفوع. طيب، وعلامة رفعه اثبت. كلمة مجتهد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. اذا الخبر هنا هيكون مرفوع علامة رفعه ايه؟ هقول له مرفوع علامة رفعه الضمة لانه مفرد. جميل. طيب، اديني مثال كمان. لو انا جيت قلت لك يا صديقي المدرسة نظيفة، تمام. طيب، تعالى نعرف المدرسة اسم في بداية الكلام هتعرب ايه؟ قال لك هتعرب مبتدأ. مبتدأ ايه؟ مبتدأ مرفوع. ليه؟ علشان المبتدأ دايما مرفوع. يلا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. ليه الضمة؟ هقول له لأنه مفرد. طيب، المدرسة مالها؟ نظيفة. إذا كلمة نظيفة هتعرب إيه؟ قال لك هتعرب خبر. خبر إيه؟ خبر مرفوع. طيب، علامة رفعه إيه؟ علامة رفعه الضمة. ليه؟ هقول له لأنه مفرد. جميل جدا. طيب، ده في الرفع. ادينا مثال كده على النصب. زي لما اجي اقول لك يا صديقي شرح المعلم الدرس. طيب، شرح ده فعل ماضي، كده كده احنا هنعمل لك فيديو للافعال كلها.
طيب ده فعل ماضي، مش هقول لك بقية اعرابه، هقوله لك في الفيديو المخصوص. طيب لو انا جيت سألت هو مين اللي شرح، الإجابة طبعا المعلم. يبقى المعلم هنا هتعرف فاعل، والفاعل يا صديقي دايما مرفوع. طيب مرفوع وعلامة رفعه وقف. المعلم مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، يبقى علامة رفعه الضمة. جميل. ليه؟ هقول له لأنه مفرد. جميل. طيب لو أنا جيت سألت بماذا، ماذا شرح المعلم؟ الإجابة طبعا الدرس. يبقى كلمة الدرس ده هتعرب إيه؟ قال لك هتعرب مفعول به، والمفعول دايما منصوب. يبقى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الايه؟ علامة نصبه الفتحة. طيب انت ليه يا مستر اخترت الفتحة؟ هقول له لان كلمة الدرس ديت مفرد، واحنا اتفقنا ان المفرد بيكون منصوب بالفتحة. جميل. طيب اديني كده مثال على الجر. لما اجي اقول لك سلمت على المعلمة. طيب كلمة المعلمة هنا يا صديقي اسم، وقبلها ايه؟ قبلها على. طيب ايه هي على ديت؟ قال لك على دي حرف جر. طيب كلمة المعلمة هتعرب ايه؟ قال لك اسم مجرور. ليه؟ علشان قبلها حرف جر، يبقى اسم مجرور وعلامة جره. اقف بقى. طيب هو مجرور بايه؟ كلمة المعلمة مفرد، يبقى مجرور يا صديقي بالكسرة. يبقى كلمة المعلمة مجرورة بالكسرة. يبقى تاني، المفرد مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالايه؟ مجرور بالكسرة. تمام. وكده نكون خلصنا درس المفرد. في نهاية حلقتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.